مين هو جاكبو لاعب ليفربول الجديد وايه هي اهم مميزاته وهل هينفع ليفربول ولا لا؟ بص يا ابو الكباتن، كودي ماتياس جاكبو من مواليد هولندا عام 1999، يعني عنده 23 سنه وهو من اصول افريقيه بترجع لدوله توجو وطوله 193 وبيلعب بقدمه اليمنى. طب ايه هي يا ابو الكباتن اهم مميزاته؟ بص، هو 2 في 1، بمعنى ممكن يلعب جناح وممكن يلعب صانع العاب. جاكبو بيلعب في الجناح الايسر ومن المتوقع ان هو يدخل في التشكيله الاساسيه على طول مع داروين نونيز ومحمد صلاح. جاكبو بيتميز بالشوط الدقيق جدا وبيتميز برضو ان هو هداف وفي نفس الوقت صانع العاب. طبعا هو لاعب دولي هولندي وتألق في كاس العالم اللي فات في قطر وسجل 3 اهداف من 3 مباريات على التوالي، لا وكمان من 3 تسديدات بس، يعني كل تسديده بجون. وكمان ساهم مع اندهوفن الهولندي في 30 جون من 24 ماتش، ودي طبعا ارقام ممكن تحطه جنب ميسي وهالاند. طب هل هو هيفيد ليفربول ولا لا؟ عايز اقول لك اصلا ان ده اللي ناقص ليفربول، لاعب جناح وبيخترق في العمق وقادر ان هو يصنع لعب وشويه هيقلل الضغط اللي على محمد صلاح. وعايز اقول لك ان الصفقه دي ليفربول خطفها من مانشستر يونايتد، دايما اداره مانشستر يونايتد بتكون متاخره كده، فبالتالي هينفع ليفربول جدا. اما عن قيمه الصفقه فهي ب 37 مليون يورو مع شويه اضافات، والله يا بلاش. فهل هيتالق جاكبو مع ليفربول ولا لا؟ هستنى كل تعليقاتكم وهرد عليها.